السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بودكاست حياة. المرة دي ضيفتنا مميزة دكتورة آلاء القاضي، المدرس بالمعهد الكندي العالي، وهنتكلم عن الشركات الناشئة، نتكلم عن السوق، الفرص، الشباب، إيه اللي محتاجينه عشان يتطوروا ويبقوا أحسن. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، عامل ايه؟ الحمد لله. بيقولوا الأزمات تصنع الفرص، فهل مصر نقدر نقول بسبب كتر الشركات الناشئة انها ازمة والناس صنعت منها فرص، ولا هي اصلا فرص ان بقت متاحة دلوقتي ان احنا نعمل شركات ناشئة؟ وخصوصا ان مصر تقريبا من كام سنة كانت رقم واحد عالميا على عدد الشركات الناشئة في بلد واحدة. هو اصلا كان التوجه خلال الفتره اللي فاتت دعم الشباب ودعم المشروعات الناشئه والمشروعات الصغيره والمتوسطه بشكل كبير. طبعا مع شويه الازمات اللي حصلت مؤخرا، طبعا عندنا تضخم مش هننكر، عندنا ظروف سياسيه صعبه في المنطقه حوالينا، شويه ده عمل شويه احباط. فاحنا بنحاول ان احنا لا نزق تاني، بس البيئه اللي حوالينا تعبانه. التضخم انا معاك فيه، وده ناتج من الظروف الخارجيه. طبعا. بس ده مش هيبوظ لي فرص شغلي. انا ما كانش يا عندي شغل مع الدول اللي فيها مشاكل دلوقتي. لا، كان عندنا مثلا لبنان، كان عندنا معاها فرص استثمار كتير، يعني احنا لبنان اكتر نفسنا. من اوروبا اصلا. لبنان مثلا احنا يعني هتكلم على السكيل بتاعي انا، حتى كنا شاريين منهم سوفت وير، بنكلمهم مش بيردوا بقالهم اسبوع. شاريين منهم. احنا شاريين مش كجامعه. انا قصدي احنا مش بنقدم متخيل؟ لهم، لان لبنان انا عارف لا، ان متخيل وصلت لايه، يعني على المستوى حتى الصغير خالص احنا مثلا كنا متعاملين مع لبنان. فلا طبعا يعني بص، هو البيئه دي خارجه عن ايدينا، بس احنا بنقول للشباب انت مش تخش تاخد الشهادة بتاعتك وخلاص، مش تخش تدرس شوية الكتب شوية السلايدز، لا، لازم يكون عندك طموح، لازم تكون بتفكر السوق ماشي ازاي. خصوصا طبعا دلوقتي بقى هي الحاجة بقى الفريلانسر، والحاجة اللي هي بقى فايرال قوي اللي هي الاي اي بقى والفinTech والحاجات دي واخده بقى جزء كبير قوي من السوق. بنحاول نعلمها لهم، بنحاول نعلمهم ديجيتال ماركتنج، بنحاول نعلمهم ازاي يستخدموا الاي اي في الفوتوشوب، في الفوتوغرافينج، في الكونتنت رايتنج، في الحاجات دي كلها، علشان يخرج مع دي. الحاجات دي ما مش بيدرسوها في الجامعه. اللائحه دي محطوطه مثلا لسه محطوطه من 2006 ولا whatever. مش هتلاقي ان موجود في الكونتنت بتاعه. ممكن الدكتور هيحاول، بس في النهايه الدكتور في النهايه دي لكتشر خلاص بياخد عليها درجاتها وخلاص. انما احنا بنيجي نعلمهم، نديهم كورسز، نديهم اللي هو ازاي تريننج، يستخدم المهاره الحاجات دي، مش المهارات بس يتعلم الجديده. نظري. مش لسه هقعد اعلمه بقى سبلاي وديماند، هو اكيد فاهم ده من السوق. يعني لازم اعلمه الديجيتال ماركتنج، اعلمه طبعا كل حاجه خاصه بالاي اي، لان دلوقتي الاي اي ده يعني خلاص فرض نفسه علينا. بقت في كليات اصلا بتخرج ولاد في الذكاء الاصطناعي، يعني يبقى هو خريج كليه الذكاء الاصطناعي. فمش هتعمل انت شركتك او استثمارك من غير ما تكون فاهم التكنولوجي دي، فاهم الحته دي في السوق. دي بنحاول احنا نوفرها، دي فرصه ما كانتش موجوده مثلا من سنتين، ما كانتش ظاهره قوي. دي فرصه بنحاول نديها للشباب. بنحاول نقول لهم انه مثلا، عارف يا دكتور، ما تحبطش. يعني احنا كان انت يعني محبط لوحدك، ما تزودهاش. يعني ايه اكتر حاجه مرت علينا؟ مش الحرب دلوقتي، يعني انا كنت شايفه مثلا ان الكورونا دي بس كانت كورونا كانت فرصه موت يعني. لا، بس كانت فرصه رهيبه، هي حولت شغل كتير. بس وانت اول ما سمعت بالكورونا يا دكتور كنت حاسس بايه؟ كنت حاسس ان الموت خلاص، الموت هنا مثلا؟ لا خالص، انا كنت حاسس ان انا محبوس في البيت بس. ايوه، ودي محبوس في البيت، هخرج امتى؟ مفيش اي امل. يعني انا شايفه ان الكورونا كانت اسوأ من دلوقتي، والعالم كمل انا يمكن ومشي. عشان اخدت كوركتيف اكشن بسرعه. انا كنت شغال محاضرات، فكورونا جت، بس على بال ما نقلت انه اونلاين وكده مفيش في يوميها على طول. فانا ما تاثرتش. يعني انا كنت ابتديت الكورس، كان اول محاضره، الثانيه البلد اتقفلت عشان المطر بالظبط، وبالمره كورونا. كانت المحاضره اللي بعديها اتلغت عشان المطر، اللي بعديها كنا احنا ده 3 أسابيع الموضوع خد معاك. لا، انا السبت النهارده كان اول محاضره، السبت الثاني اتقفلت، السبت اللي بعديه كنت بعمل محاضره.
يعني ما خدش حاجه انا خالص. بس انا سبت البعد عشان المطر، فما كانش حد بس ينفع ما كانش يتحرك. فيه المفروض تزاحم، يعني كان المفروض اونلاين، اديتهم اه اونلاين اونلاين بقى اه. فيرتشوال م-م. بس احنا على بال بقى ما احنا فهمنا ان في حاجه اسمها اونلاين، في حاجه اسمها مثلا جوجل كلاس روم، زوم. م-م. ما كانش خد بالك الناس لا كانتش عارفاه مش كل قوي، الناس صح؟ اه. ما انا كنتش يمكن عارفاه عشان انا بحب التكنولوجيا وبحب بالظبط، كنت حضرتك مطلع ممكن. فانا كده ده الطبيعي يعني. خلاص ما هنتصرف، واللي هو اللي ما يعرفش تعالى هعمل لكم فيديو ازاي بالظبط. وخلاص، ودخلوا واتبسطوا خلاص وحلو، بقت متكرر. لا يعني احنا مثلا ساعتها، انا بصراحه انا على مستواي انا حتى م-م. كآلاء يعني كنت شايفه انه خلاص العالم بينتهي، وبعد كده عدوك يا دكتور، عدوك ممكن يكون عربيه التسوق اللي انت بتقول، عدوك م-م. مش ظاهر يعني. خايف من مامتك، خايف على مامتك، خايف مامتك تجي لها مثلا بعد الشر، خايف اهلك. انا اهلي مثلا جولهم وبقينا ألف سلامة. نبص لهم من البلكونه، ويعني كانت وبعد كده طب مثلا انت دلوقتي مثلا بتقول انا ما عنديش فرصه مثلا دلوقتي في مصر، م-م. تقول ايه؟ طب خلاص ممكن اشوف فرصه في دوله تانية، اشوف فرصه والينك مع مصر لا انا مثلا. جالي كورونا واتعاملت عادي. مثلا انما في الكورونا كنت مش هتسافر، العالم كله مقفول، يعني قصدي انه اه حتى العالم كله بس كان كنا مقفول. بنشتغل اونلاين يعني. اسرع ناس هي اللي عملت ده. ادبت. زي اه في ناس عندها جيم، انا ده علي خسروا اقساط، طبعا. الجيم اتقفل. اه انا نصحت ساعتها اصحابي قلت له ابقى تريننج اونلاين. اونلاين بالظبط. فاول ما عمل ده جاله دخل. بالظبط. واحد تاني هو طبعا اللي مستحيل فيها هي اونلاين، اللي هي الكافيه. مش تخيل انك بتشرب شيشه. مع نفسك كده. مم. اه ايه اكتر نوع من الشركات الناشئه اللي تقريبا عليها اقبال من الشباب؟ الشباب طبعا ما بيحبوش قوي يعملوا برودكت، بيحبوا يقدموا سيرفيس. زي يعني يقدم مثلا، يقدم لك ابلكيشن، يقول لك هعمل ابلكيشن مثلا يوصل الناس، يعمل اسعاف، يعمل مثلا اونلاين مين العبقري اللي عمل باركينج. انستا باي؟ مش حد من عندي. لا ده ما كان زمان دلوقتي معدي. لا هي بس هي حاجه من بس البنك المركزي يعني، انا مش عارف، شاب انا صغير قصدي يعني. اللي فكر في فكره يعني انستا هي باي. مجموعه البنوك بالتضافر بجهود البنك المركزي اللي عملوا الابلكيشن ده، مش انه شخص واحد فكر هو فيه وكده. عبقري بصراحه لدرجه انه خلى سهل. الدعايه بتاعته من الافراد المستخدمين. صح. فانا اقول لك اللي انا هبعت بنسميها لك وورد على اوف ماوث. ايوه. ومش عاديه، اللي هو هبعت لك على انستا باي. ايه انستا باي ده؟ فتشرحوا له وتحمسه. خلاص ايه ده؟ الله ده حلو. لغايه ما باباك ومامتك بقوا طبعا. يعني يقولوا لك وتعمل منه وعلموه لنا. الجمعيه وتبعت منه مش فاكر ايه، وتدفع منه قسط ايه. خلاص سهل وجميل. حتى يعني معلش سوري، انه حتى حد في شريحه قليله جدا بقى معاه السايس بقى عنده انستا باي وانت بتركن. ده بجد مش هزار. 15 جنيه مثلا. والله ما بهزر. وانت بتركن هتبعت له لا هي بصراحه خدمه عبقريه، ودي بيوريك انك انت ازاي بتخلق يعني النيد. انا ما كنتش عارف ان انا عايز النيد دي. ما دي المدرسه يعني بتاعت ابل. بالظبط. ابل فكرتها ايه؟ اخلق لك النيد. انا مش بشوف عندك ايه واعمله لك. انا بقول لك خد ده انت محتاجه. بالظبط. يعني مش هو احنا بنعلمهم ايه، كنا العكس، كنا بنعلمهم نيد يبقى هيطلع البرودكت للنيد دي. لا ان انا اخلق النيد. هو مثلا ما كانش في حاجه اسمها سمارت فونز اصلا. مظبوط. قبل السمارت فونز انت كنت عادي الموبايل ده، ايوه يا ماما انا جاي، ايوه يا بابا مش عارف ايه. دلوقتي خلق لك انه سمارت فون. طب انا كنت عايش ازاي من قبله؟ انا ازاي ما كنتش عارفه هو الاخبار؟ اول ما نخترع الموبايل التاتش كان نوكيا، بس ما عرفش يسوق له. ما عرفش. واندرويد راح ساعتها، اللي عمل اندرويد راح لنوكيا عشان السمبان يتحول لاندرويد ومحدش يشتريه. فاخدوا ساعتها سامسونج طلع. بالظبط. طيب ما انا بقدم سيرفيس او بقدم برودكت، ما الاتنين حلوين. والسيرفيس عموما انا مش بتكلفني زي البرودكت. يعني كنت بتفرج مره على بودكاست حد بيتكلم على مشاريع المطاعم. فدايما السمعه، اي مطعم بيكسب، الاكل ما بيخسرش. السؤال لك لا، انا لو بشتغل في العطور انا هجيب 1000 برفيوم وحطه، اتباع النهارده اتباعه بكره اتباعه بعده شغالين. اما الاكل ليه اكسباير ديت وهيبوظ. يعني ممكن اجيب تفاح باظ اترمى. خلصنا. فاللي هو لا هي مش اي حد يعرف يشتغل في الاكل. بس هقول لحضرتك ليه دلوقتي المطاعم مثلا فايرال برضو، بقى كل حد عايز مطعم او كافيه.
ما هو دي برضو مشكلة ان احنا يا جماعة برضو هو شايف ان مفيش حضرتك شايف ان احنا عندنا فقاعة عقارية، الحاجات اسعارها تضخمت جدا. مهم. ف طب ما الاكل تضخم. لا هو يعني خلاص بقى دخله ما يسمحش غير ان هو ينزل على الكافيه يقعد شوية مهم. وكده. لازم التضخم يقل شوية شوية بس علشان الناس تقدر ان هي تفكر تستثمر تعمل واحد كله الناس يعني. كلها دلوقتي بتستثمر، انا معايا شويه فلوس اشتري دولارات واركنها، يا اشتري ذهب دولارات واركنه، اشتري شقه واركنها. ده سيفنج، ده كده بيسموه اكتناز ما يعني. ده هو اللي عمل التضخم، الفلوس دي مم. مش بتتحرك مش في بتتحرك سايكل. بالظبط. انت عارف في الحرب العالميه الثانيه مهم. كانت انا كنتش عايش اياميها بس يعني في التاريخ انا دي حاجه من الحاجات اللي قريتها وما تخيلتش ان الدوله دي يعني قامت بعد حاجه زي كده. وصل كان في ازمه اقتصاديه مهم. وصل فيها التضخم ل 43 مش في المية ولا مهم. 43,000%. مهم. يعني حاجة احنا مثلا بنقول أكتر حاجة عندنا 1000% مثلا مهم. السلعة، لا السلعة زاد سعرها 43,000%. مهم. الدولة دي كانت ألمانيا. مهم. كانوا الفرنك الألماني ده كانوا بيحرقوه عشان يتدفوا، خلاص مهم. العملة مبقاش ليها أي قيمة. فالتضخم ممكن السيطرة عليه، ممكن السيطرة عليه، طبعا. ممكن نكمل بعديه، ممكن نكمل بعديه. احنا ده ألمانيا فين دلوقتي؟ لا يعني في الدول المتقدمة. مهم. فممكن نحاول ان احنا باكتر شويه ان احنا نخلي الناس اللي عامله اكتناز، اللي عامله ذهب، لا شغل فلوسك حطها انا في دلوقتي بروجكت. خليني انا همشي ورا. اوكي. انا دلوقتي شايل 100 جرام ذهب، اوكي. هفكهم، يلا تعالي نعمل برودكت. بروجكت. هنعمل بروجكت، هنعمل اي حاجه، هنعمل مم. مكسبي كام؟ ما هو ده اللي بيخوف بقى الريسك. لا هكسب، انا بقول لك انا ضامن لك ان انا هكسب مهما كان. لو حطيت فلوس في البنك هكسب 30%. بالظبط. ايه بقى البروفيت اللي اكتر من 30؟ لازم تكسب اكتر من 30%. الذهب لو شلته انا كسبت اكتر من 30. وما لازم بقى عشان كده بقول لحضرتك لازم التضخم يقل، لازم اسعار الفايده الجنونيه دي. ما هو دلوقتي هياخد قرض ازاي لو انا هبدا؟ ما انا هقول له روح تمويل ما هو ذاتي. اللي عمل القلق ده كله امريكا لما رفعت الفايده، فطلع المال الساخن من مصر، فالدولارات قلت، فالاسعار زادت، قعدت ترفع، هي نفخت العالم كله بالرفعه دي. بالظبط. واحنا كنا مضطرين نرفع. دلوقتي هي بدات تنزل. بالظبط. فالتوقعات الناس الدولار هيطلع، انا توقعي الشخصي انه مش هيطلع، لان الفايده بره بدات تقل، وانت الفايده عندك هتبتدي تقل المفروض. فانت لما الفايده بتقل التضخم هيقل، الدولار كمان سعره مش هيعلى، ده بيبتدي ينزل، السلعه هتبتدي تنزل. الازمه اللي حصلت في ناس تقول لك خلاص هم لا هي القصه كلها هي ازمه عالميه اثرت على الكل، وامريكا اللي نفختنا ساعتها. بص هو انا هقول لحضرتك، هو ايا كان السبب مين، هو في كوركتيف اكشن ممكن يحصل. يعني التضخم ممكن احتوائه. يعني هو المشكله ان مثلا المستثمرين دلوقتي حاسين بالاحباط، الولاد اللي في المشاريع الناشئه حاسين بالاحباط شويه. اكتر حد مبسوط بتاع بره. بالظبط، اللي معاه عمله اجنبيه. انا لان داخل هو شايف ان الجنيه يعني ايه، يعني انا مهما كسبت بالجنيه قصاد الدولار هيبقى قليل. انا هعينك عندي ب$100 خلاص. الست اللي بتيجي تنظف البيت بره تاخد $100 في الساعه. فلو اديتك انت $200 في الشهر انت ولا حاجه. وانت انا بقبض 10,000 جنيه. فاللي هو ده بتستفيد بيه دول، بان انا الايد العامله عندي رخيص، المواد الخام يعتبر رخيصه، فتقدر تتعمل مصانع عندي عادي والدنيا تشتغل. انت ممكن تستغل التضخم شويه في برضو جذب السياح. ممكن تقول للسياح تبقى انت بقيت سياحه رخيصه جدا، ارخص مثلا من تركيا. بس ده كل ده هيصب في البلد، اللي هيصب فيه بقى انا كشاب. انا عاوز فلوس، اعمل ايه؟ هعمل شركه ناشئه. ايه الشركات الناشئه اللي شبه مضمون نجاحها؟ بص هقول لحضرتك، هو اصلا اول حاجه هقول له ما تاخدش، انا اول نصيحه هقول له ما تاخدش من البنك قرض. تمام. دي اول حاجه دلوقتي حاليا. هتسلفينا طيب عايش اي حاجه. لا يعني هو اي حاجه، هو على فكره انت بتجيلك كام كول يقول لك خد كارت في الاسبوع مثلا. بيجي طبعا. بيجي لك طبعا. هو عنده فلوس عايز يحركها، عايز يشغلها، عايز يستفيد منها، بس انت الفايده عندك عاليه جدا، يعني بترد الفلوس بضعفها، فكتير جدا. يعني انا كنت يعني انا مثلا انا من مشجعين عادي الاستدانه، وكنت شايفه البنوك، بس فعلا لما لقيت ان انا هرجع مثلا دلوقتي القسط برقم كبير عن زمان. بالظبط، ممكن 10,000 جنيه في الشهر او حاجه، فرقم. لا انا بتكلم، انا لو شهر عربيه ب100,000
زمان مثلا كانت الفايده ممكن اوصل فيها ل 8%، 8 بالظبط، دلوقتي رقم كبير. 25% مثلا، فرقم كبير. فانا اول حاجه هقول له بص يا حبيبي اعمل مشروع ايا كان المشروع، سيرفيس، برودكت، كافيه، ما الناس بتستسهل اكسسوري، بتعمل عربيه ميك قهوه. اب، اي حاجه. لم فلوس منك ومن صحابك ومن اهلك، مساهمه. عارف الشركات المساهمه؟ بس مهم. على صغير، مش لازم تروح عند محامي وتجيبوا سندات وكده، لا مهم. عادي. انا يا بابا اديني مثلا 10,000 جنيه سهم، ده سهم. طيب انا عايزه اتوسع، خد سهم كمان. شركات مساهمه دي يعني نموذج مصغر من هو المساهمه. طلبات اللي هو كان قبل اطلب، ممكن كتير ما يعرفش اطلب اول ما بدأ ازاي. عشان كانوا صغيرين او ما اتولدوش، احنا اللي كبار لا انا بس كنت معلش اتولدت وكنت كبير. يعني. فاللي هو ناس الشله كان 2007 صحابي بيحكوا لي، بيقولوا ان ساعتها ان في واحد هو عمل الابلكيشن ده، فانت اوكي، تدخل بتطلب، يقوم هو رافع السماعه مكلمك. ومكلم المطعم بيحجزوا اوردر. دي اوكي، بدايه اطلب. قبل طلبات، قبل اي ما حاجه. هو اطلب اه طلبات اللي شريته بالظبط. بس. فاللي هو حاجه بسيطه بس. جدا، سيرفيس من الهوا. انت عارف حضرتك في واحد لسه برضو كنت قبل ما اجي يعني امبارح او حاجه، كان عرض زي شارك تانكس بس بره. مهم. جم اتنين اخوات عرضوا سيرفيس بسيطه جدا، هي برودكت، حاجه بسيطه جدا. قال لك ايه؟ احنا هنبيع صوص شرابات. مهم. الشرابات دي بتادبت اتسلف الحراره بتاعتها، في مهم. الشتاء مهم. تدفيك، وفي الصيف تبقى يعني مهم. طريه يعني. مش متخيل عملت مبيعات عامله ازاي، فظيعه. مهم. والفكره ايه؟ حاجه بسيطه جدا. فانت مش مضطر انك تعمل ابلكيشن ضخم تستخدم فيه نووي، يعني عادي ممكن مهم. تاخد سيرفيس بسيطه. انت مثلا هنا في المحيط بتاعك في ايه؟ محتاجين ايه؟ محتاجين والله بوث بتاع وات ايفر اكسسوارز، موبايل اكسسوارز، اعمل لهم النيد دي. ما هو ما دي بقى خلقت اوبر حاجه وكريم اسمها ابلكيشن ماركت قوي، ريسيرش. اما ان درايف ودي خفيف ولذيذ بالظبط. وبقى ناس بتروح له. وهتلاقيه ادابت حاجه مضايقه الناس في اوبر وكريم. اه يعني طبعا. هتلاقيه بالظبط هو خد الفكره وطبقها انا قصدي بسيطه وسيمبل. وطبق عليها حاجه. شوف انا بشتكي من ايه، وراح الاسعار عملوا هي الاسعار الفرق، مثلا. بس هو الحاجه الوحيده. بالظبط. ودي من الحاجات اللي انا بعتبرها سيئه، ان انا كل تفكيري انا هنافس فلان، نزل سعرك عنه وخلاص. بالظبط. فانا ممكن ما اقدرش اختار عينه كويسه من السواقين، مش هدي للسواقين فلوس كويسه كواليتي، ان هي تقدر تصرف على عربيتها وتعمل لها صيانه. كواليتي كمان مش تبقى احسن حاجه. كواليتي العربيات هتبقى اقل. هي كده كده لازم بس السعر هو ليه هيقلل زبون الكواليتي وعمل. شويه. في ناس بدات تعمل ده في فكره التوك توك، بالظبط. اللي هو في المناطق انا شغال بالتوك توك بس. ما هو التوك توك من نجحتش غير نمر، قوي. اه واي حد طيب التوك توك ده خطف ابني هجيبك انا ازاي؟ هجيبه ازاي؟ اه في ناس فكرت سكوتر اللي مثلا. هي هتعمل ابلكيشن انا بوصلك باقرب ميكانيكي، حلو جدا. انت فين واقف في اقرب ميكانيكي. طب انا ايش ضمني برضو الميكانيكي ده يطلع؟ ما انت اوبر وكريم انا لازم الناس دي بتعمل هتابديت. عقد عندي وبتعمل ورق وبستعلم عنهم. اما بتاع الميكانيكي نص، انا هاجي اقول لك اسمه ده غير لي بوجيهات انا مش محتاج، ايه الدليل على مين اي حد؟ بجد اشتكيت لك. اي اللي هو فين الدليل؟ فاللي هو في افكار حلوه. كان مرسول اه فكرته حلوه جدا. انت عاوز دلوقتي حاجه راح اجيبها لك من هنا لهنا، اه واللي هو وكان فيها شباب شغاله بعجله. بالظبط. كانت يعني بص هي الفكره في بساطتها ما فيش فيها اي مشكله. ممكن اشوف حد مثلا زي ما بقول لحضرتك حد ناجح في حاجه، طبعا احنا بنقلده طبعا مم. عمياني. عارف ان سندوتشات الكفته، انا لقيت كل مصر بقت سندوتشات كفته فجاه. هو مصر كلها شبراوي فول وطعميه. اسمه ده هم عملوا كبده سندوتش كفته كده شرقاوي هو الكبده بكل كلها شرقاوي. الاشكال. بس اهو. يعني قصدي مش اللي دي هو جابت، ما هي ده الكفته ده الاستسهال، مش جابت هنجيب. جابت بالظبط. الفرايد تشيكن كل مصر بقى مصر فيها كلها فرايد هو اقولهم تشيكن. كان زاك وبعد كده اه اوبا كله. هو بس بيأدابت حاجه في الفكره. بس كله بيخاف من الريسك فعلا. يعني هو كله بيخاف من الريسك انه يبدأ ما حاجه جديده. ما انا ما قلتلكش ابتدي حاجه جديده بكل مش هبيع كليتك وتبتديها. بس هو كان يعني كان في نكته، كان الفار كان بيقولها زمان، مش فاكر كان اسمه ايه الفار، فكان بيقول لك مصر شعب بيحب التفييس، ممكن محفظته فاضيه بس شايل ساعتها نوكيا الدمعه، ايوه كان فاهم. ساعتها برقم. اه فانا ممكن كان النصيحه دي اتقالت لي انا نفسي ان انا كنت مخطئ فيها. كان ساعات مثلا كنت الاستدانه ما كانش عندي مشكله قوي فيها، فعادي هستلف من ده وهمشي نفسي والشهر الجاي ابقى دي.
وكنت دايما بخايف من الريسك ان انا اعمل مشروع. فواحد صاحبي قال لي معلش يعني انت لا مؤاخذه يعني انت بتستلف عشان تخرج، طب ما تستلف واعمل مشروع وسدده ويبقى بعد كده فلوس تجي لك ابقى اخرج بيها. بالظبط. النصيحه دي واحد قالها لي مثلا في 2012 2013، ففعلا اللي هو انا فعلا ليه كل مره انت ما عندكش خوف انك تجيب موبايل بالقسط برقم، ما انت مستلف اهو فلوس، اوكي. ما عندكش مشكله انك تجيب عربيه مش محتاجها بقسط برقم، مش هتموت من غيرها، يعني ممكن تجيب اقل منها، بس مستعد هو تدفع. لا هو بقول لحضرتك هو فعلا الشاب المصري او الانديفيدوال المصري، الفرد المصري بيحب يبان بيتباهى انا شويه، مش ضد عنده ده، العنجهيه الفشخره انا شويه. مش ضد ده، اتبسط. اه بس اللي هو ادام انت خايف من مبدا ان انا ايه هجيب موبايل بالقسط عشان منظره، طب ما تعمل شركه منظره. لا ما عندناش الفكر ده، هو لا يروح يجيب لك الايفون حلو. وامشي بيه كده. يعني كل الولاد، انا معيش مهم. ايفون مثلا اللي مهم. هو الفظيع ده، مهم. كل الولاد اللي عندي انا بدرسهم عندهم. طب لا ده ممكن يا ولاد بابا، تصوروني؟ ده بابا بابا اللي جايبه. اي اه ما هو بابا هو لازم طب انا زميلي انا كذا انا بتاع. هل ممكن اعمل مشروع ناشئ ب50,000؟ ممكن. يعني ارخص من الايفون. ممكن يعني، هو طبعا يعني انت فاهمه قصدي؟ نسبيا يعني. لا 50,000 هتروح يعمل اي مكتب من مكاتب مصر الجديدة اللي بيجيب هدوم في كونتينر، اللي هي موضة السنة اللي فاتت اللي قبلها، اللي هي البراندات، تعملها صفحة على السوشيال ميديا، هات هدوم ب20,000 بالظبط. 30,000 واعمل لك صفحة واعمل لك إعلانات، هتبيع ال30 ده بقى 35 40، أديك شغلت الدنيا كام شهر، بقى عندك بيدج قوية كبيرة فيها ناس بتشتري. بالظبط. فاللي هو أهو بتمن الموبايل. اه فاللي هو دايما متصور إن الشغل ده أنا هدفع رقم كبير قوي. بيبقوا فاكرين كده، بيبقوا فاكرين بروجكت او استثمار او مشروع يبقى انا عايز مثلا. برضو هو يا عمرو عايز اقول لك حاجه، السوشيال ميديا برضو نجحت ان هي مش تشجع الاولاد، تحبطهم. لما الاقي مثلا فنانه جميله ربنا يخليها جايه تقول ايه انا بدات برقم قليل قوي ب1,000,000 دولار، حلو. هي 50,000 اللي انت ابتديت بيهم برضو هي بالنسبة لحد 50,000. ايوه فهي ده بالنسبة للوسط بتاعها. ما هي الحاجات دي بتطلع للفقير وللغني، لان انا طبعا ببقى سبونسرد الكلام ده انه يطلع لاي حد، فبحبطه اللي هو انا سألت سؤال. انت ممكن بتقعدي في كافيه ومصور المج اللي انت بتشربيه في مكان، هنقول ان القهوه بتاعته ب100 جنيه. أوكي. خلاص، مش ده ممكن يكون المرتب اليومي لشخص؟ ايوه طبعا انت دفعته في مج، فاهمه فانت بتحبطه. ممكن. لا انا بس انا لما اصدره للناس، اصدره للشباب. هي بتتكلم عن قصه حياه، انا مش دفاعا عنها، مش بس انا بتكلم. انا لما اقول انا لما ابتديت بكذا، طب ما ايلون ماسك اتكلم مره وقال ان هو مره كان بيشحت خلاص وكان معاه 50 مليون دولار. فاهمه قصدك، بس هنا انت بتتكلم معلش، هي مصر مش كلنا يعني فيري ريتش، يعني الاغلب هنقول ميدل كلاس مثلا يعني خلينا نقول كده. لا انا قصدي فهو طبعا كل اللي بيملكه ان هو يقعد يتريق، فهو هو بيتريق، عارف ليه؟ هو بيطلع غله. خلاص اتريقت وطلعت غلك. حلو. هتعمل ايه؟ ما ولا حاجه، هو بس هيفضل كده يتريق وخلاص، وان انا يعني ايه ده اكيد انا مش هبقى كده في يوم من الايام. يعني انا قاعد على كرسي مش عاوز اقوم اصلي، شايف صاحبي راح يصلي اللي بالظبط. بيصلي هتعمل ايه يا عم الشيخ؟ تعمل بعدين ما تقوم صلي. بالظبط. بس في ساعات بتبقى انا معلش انا متعاطفه شويه مع الشباب، لان هو متصدر له ان دي الحياه النظيفه، ان دي الحاجه الكويسه، انه انت في ليفل انت ايه يا فقير يا جعان عمرك ما هتوصل لي. طبعا الاغنياء بيروحوا اماكن معينه، بيروحوا يقعدوا في حتت معينه، بيصيفوا في حتت معينه، انا الطيب والشرير وانت عاوز اللقطه دي، انت عاوز اللقطه دي بس مش عاوز تبذل عشانها. هي ربنا انعم عليها انها لها معاهم فلوس، وانت ربنا انعم عليك بمخ وتقدر تتصرف. انا دي الحاجه اللي انا عايزه اقولها للمصريين، يعني بجد الشباب المصري ربنا اداله حاجه، يعني كل طبعا شعب عنده حاجه، احنا يا جماعه مش كسالى، احنا فعلا يعني كمان مش هقول سوبر سمارت، يعني مش اذكياء جدا، بس احنا لا بنتعب. لا احنا شعب فهلاوي بيعرف يعمل من فسيخ شربات على فكره، بيعرف يجيب ويصدر الحاجه ان هي شكلها حلو، وبعد كده خد بالك احنا ومصر من في قوه الناس اللي متعلمه برمجه
من الدول اللي على مستوى من العالم اللي فيها ايام ناس شطار. زمان واحنا بنحب نتعلم من زمان. هو دايما التعليم يعني اهلك زرعوا فيك هو اللي هيخرجك من A to B، او يعني سوري مثلا من كلاس لكلاس، هعلى بي هعلى بالتعليم. فاحنا بنحب نتعلم. شوف كام شاب بيروحوا ITI مثلا وهو بيروح لوحده، دي لا بابا بيزقه ولا بيغصبه ولا اي حاجه. مش هنجيب سيره هيغين بتاعت $1,000,000، بس احنا هنتكلم على من نفس النظريه دي اللي هو هي صدرت الصوره السلبيه. هنلاقي ناس بتقول لك المحتوى الهايف هو اللي الناس بتتابعه. لا خالص، انا ضد ده. في صفحه او القناه بتاعت الدحيح، شوف عليها كام وبيتابعها وبيقول علم، ما بيقولش هاف. قناه تقريبا اسمها دروس اونلاين في حاجات او في حاجه زي الطب كده، كمان، في حاجات في ناس بتسهل الطب. بس طول ما انت هتقول الهاف هتكسب. المايند في سيت في بتاعك مايند سيت هيبتدي كده. يتصور. الكارديشيانز، عارف الكارديشيانز؟ ان ببيع ولا حاجه، ببيع الهوا وهيجو فايرال وخلاص. الكارديشن دول كانوا بيبيعوا ايه؟ ما بيبيعوش حاجه، بيبيعوا قصه حياتهم، بيبيعوا خناقاتهم، فاتس جو فايرال فالناس بتقلدهم. مش دي زبونه؟ ليه بالظبط؟ هو ليه زبونه. الراجل بتاع الفول والطعميه، عربيه الفول، بيبيع وليه وليه زبونه. اه طيب وفي ناس في كم محل، اشهر واحد بتاع شبرا بتاع الكباب والكفته، اللي هو صبحي كابر. كابر. صبحي كابر هو كان ايه في الاول؟ كان عربيه. نفس قصه برضو ابو طارق. اي ما انا بقول كان عربيه، وبعد بعد كده كده بقى محل. توسع. ده واحد عاوز يطور وبيبيع، وفي واحد هو طموحه العربيه وهي جايبه لي وانا بشيل بكنس. في واحد بيشغل وواحد مش عاوز يشغل. ده اللي هو برضو فكره التطوير، ان انا اقول له انك تطور نفسك، وده اللي انا بحاول اعلمه للولاد. اما انا اول ما اكسب كسبت طور نفسك، 50,000 استثمر وانت جايب حتى في موبايل. نفسك. انا بقول له روح خد بيهم كورس، روح اتمرن، روح اي حاجه، ما ما كورسات تروحش ببلاش والله. اه بالظبط، اونلاين ببلاش. والله بلاش. في ناس اتعلمت. انا اعرف واحده عندها مركز لغه انجليزي، هي علمت نفسها بنفسها بالظبط، بتدي كورس. وفي ناس، انا اعرف واحد صاحبي بيعمل لوجوهات، وراجل اللي هو بروفيشنال يعني، براند لوحده، اوكي، ما بيجيلوش اي حد، هو علم نفسه بنفسه. بالظبط. فاللي هو انا عاوز اندب واشتكي وبصوا ما تاخد خطوه. اما بس هي القصه مش بس ان انا اعمل لها انشاء شركه اللي هو سيرفيس بس او برودكت بس او ابلكيشن بس، او ان انا يبقى ابدا كبير عشان تفضل كبير. في ناس برضه عندها الفكر ده، ان انا ابدا بمشروع كبير بمثلا فور اكزامبل 100 مليون مثلا، وحاجه كبيره جدا عشان افضل كبير. ده برضو دي ثيوري. خليك بقى اقعد دور لغايه اقعد تجيب 100 دور مليون بقى دي دي وفي واحد عاوز حته اثار ويبقى غني في سنه. هو ده اسرع مشروع. ده الشركات الناشئه حته خلص والله بقى لسه نوع. ايوه مستنيين اللك، مستنيين الفرصه. ده تفكير ده تفكير كارثي اساسا. هو اصلا انت اللي بتصنع الفرصه مش انت قاعد كده وهتجيلك، انت بتصنع فرصتك بنفسك. انت عارف انا في واحده يعني هي هتسمعني دلوقتي، هي دلوقتي اللي بتشتغل معايا، عارف جت اشتغلت معايا ازاي؟ جت خبطت كده على المكتب، دكتور انا عايز اشتغل معاكي في الانتربرينور شيب ديبارتمنت. مين يا بنتي؟ انا اسمي فلانه، عايزه اشتغل معاكي دلوقتي. وكملت معايا. يعني هي راحت جت صنعت الفرصه، ما استنتش ان انا انزل مثلا انزل جوب اوبورتيونيتي او انزل حاجه. انا عاجبني شغل وعايزه اشتغل معاكي، وفضلت مكمله وتعينت دلوقتي معيده وبتاع، اتخرجت يعني هي وهي في سنه ثالثه جت قالت لي انا كده يعني عايزه اتخرج معاكي، عايزه اشتغل معاكي. ما اللي هو اما هقعد اشتكي مش هتحرك. بالظبط، انا اللي بصنع فرصتي بايدي. يعني كان في فيلم بتاع باتمان تقريبا كان الجزء الثالث، هما محبوسين في حفره عميقه جدا. بحبه قوي هو كل واحد عاوز، هما في ناس مش هجرب والتاني مصر، ويقولوا له ما حدش عملها الا واحد. مفيش امل، مش في واحد عملها يبقى بتتعمل. قعد مصر لغايه ما طلع، والباقي قاعدين تحت. وراح وهو بدأ الحرب بعد كده رجع هم موجودين. خد بالك يا دكتور، ده احنا وصل بينا الحال مش بس اقتصاديا، يعني احنا بس وصل بينا الحال البني ادم بقى محبط وانهزامي لدرجه ان انا شفت امبارح، حضرتك عارف الحروب اللي شغاله طبعا ربنا يا رب يعني يعفو عن كل في الحرب. يعني واحد بيقول هو انتوا يعني ايه، بيلوم مثلا الناس اللي بتقاتل العدو، انتوا بتقاتلوهم ليه؟ هو انتوا يعني ليه تربوا في ولادكم ان هو يقاتل العدو؟ انت للدرجه دي انهزامي، للدرجه دي مش ما انت لو ما قتلتوش هيقتلك. هو مش عاوز يبذل مجهود
الاحباط والانهزاميه بقت سمه العصر، ومفيش امل كتير. انا شفتها كتير يعني، ويلا بقى نهج بره، ويلا فرصه وانا بره، موافق، وارمي نفسي في حلو البحر. حلو، وانا موافق هيجي بره، بس انت رايح هناك برضه هتعيش بنفس الروح الانهزاميه، مش هتعمل حاجه. بالظبط. ما هو اشمعنى بره بينجح؟ عشان بره بيعمل. يعني وبعد كده زي ما بقول لحضرتك، احنا بنحب نتعلم، احنا بنحب ناخد كورسز، بنحب نعرف طب سكيلز ما تعمل ده جديده. هنا يعني انا وسوق عرفت لنفسك ان من هنا. الشباب مثلا كله بسالهم مم. هنا عند حضرتك، مم. كنت قاعده معاهم في كواليس، فبيقولوا لي يعني بقول لهم السكيل دي اتعلمتوها منين وكده، فقالوا لي احنا علمناها لنفسنا. انا فانا علمت قلت نفسي لهم بنفسي، جيت جربت المونتاج، مش بنافسك يا كريم، بس جيت جربت اعمل مونتاج، لقيت نفسي ما اعرفش، فسبت كريم يجي. بس حاولت اعلم بس نفسي صعبه بنفسي. برضو شويه. هو عاوز سنسور، ما عنديش ده. فاللي هو ادي انت ممكن برضو تتعلم، العيش لخبازه بعض الاوقات. اللي هو مش عارف دي في دي، مش عارف دي في دي، بلاش دي ولا دي في دي. ما انا ممكن تعمل اي حاجه. انت هقول لحضرتك حاجه، لسه كنت بتعامل مع كورسز بره مصر، فهم انا اصلا تخصصي ايكونومكس، statistics، فاينانس، كده الحاجات القريبه من القصه دي. فبيقول لي يا دكتور احنا عايزين حد برنامج كده اسمه ار ستوديوز، فده بتاع ستات. فبيقول لي هو برنامج statistics لو تعرفيه. فانا مش عارفه، اتعلمت ان انا اقول بعرف كل حاجه، هعرفها من النت، هعلم نفسي. فقلت له مش ستات، عارفاه اكيد. المهم دخلت بشوف لقيته بروجرامينج، تعلمته. عشان فدخل جوزي تتعلمي تقولي بعد كده ما بعرفش، عادي فدخل جدا. جوزي بقى اف بقى شرطه نقطه بقى، وكبيره في السن نقطه سي بيقول لي بتعمل ايه؟ بتعلم بروجرامينج في ايه؟ عادي لما اسالك تعرف، لا ما اعرفوش، عادي هعرقها او اشوف هتعلم. دخل حاجه يعني بعيده عني خالص، وكانت فعلا صعبه زي ما حضرتك بتقول، المونتاج مفيش سنس. انا يعني ايه ده الكلام ده؟ خلاص انا عايزه ستات يعني، خلاص انا فاهمه انه ستات، لقيت ان انا عشان اديله اوردر لازم اكوده. فاللي هو المهم ان الراجل اعتذر، الحمد لله. اشوف اقول لك بتعمل ولا لا. الحمد لله الراجل اعتذر. طيب لو هتدي 3 نصايح للشباب، غير ان هم ما يحبطش، ان احنا هم كده كده ان شاء الله مش هيحبطوا. 3 نصايح. واحد ناوي، هو مش محبط وعاوز يعمل حاجه قويه عموما، انا مصر، انا ابن مصر، انا ضد الكسر وكده. اوكي. 3 نصايح ياخد باله منها في الطريق. اول حاجه الصبر، هيخسر الاول شويه، معلش ربنا يكرمك. صبر فتحتني شويه. أكتر. هو لازم يعني تصبر شويه، البروفيت ما بيجيش على طول. هو لازم الاول تغطي تكاليفك، تغطي التكاليف بتاعتك، وبعد كده بتبدا تعمل ارباح. فانت وانس عرفت تغطي تكاليفك، يعني ده بقى ده، يعني ده ايكوال ده، المبيعات ايكوال التكاليف، يبقى انت خلاص يبقى انت كده خلاص في الطريق. بعد كده شويه هتبدا تعمل ارباح. يبقى اصبر، فالصبر شويه او قوه التحمل شويه وقت، وهتلاقي نفسك بتعمل ارباح، مش من الاول يعني. دي اول حاجه. الحاجه التاني، خلي زي ما قلنا نزود عليها بقى الشغف، احب اللي انا بعمله يعني. الاقساط احب الاقساط، حب القسط هيحبك. انت عليك اقساط فلازم تشتغف دلوقتي. بص هو على فكره انا برضو عايزه اقول الحته دي، انه انا فقد الشغف، دي كلمه غبيه جدا، سوري معلش. لا فقد الشغف، بص على الابلكيشن، تعالى كام، انزل اشتغل يعني وخلي عندك دم. حضرتك كنت بتتكلم يعني حتى دينيا، يعني ربنا بيقول لنا انت تكره نفسك، حتى لو انت الصيام مثلا، الصيام هو عايز شغف، والصيام حاجه صعبه، هو ربنا عارف انه صعب، طب ليه انت كده بتتقرب ربنا بيه؟ فهو مفيش حاجه اسمها فقد الشغف، انت تكره نفسك، او بلاش تكره، ممكن تزق نفسك على حاجه، تزق هي نفسك اسمها مجاهده النفس بالظبط. يعني زق نفسك على الحاجه. هو ربنا قال في القران والذين جاهدوا فينا، اللي هو جاهدت نفسك بنفسك، لنهدينهم سبلنا. برافو عليك. هيفتح لك الطريق، بس انت قوم، انت اللي تبدا، وربنا مش هيصلح حد.